اخر اوبشن، وده انت خلاص بقى فقدت الثقه في اي حاجه، لا عارف تبيع ولا تعمل كونسوليديت ولا تعمل داون جريد. لو انت دلوقتي شاري وحده عقاريه ومتعثر، ايه الاوبشنز المتاحه قدامك؟ قدامك 4 حلول. واحد، ان انت تحاول تعمل لها ريسيل، ودي اول حاجه اي حد بيفكر فيها. طيب لو انت بقى ما عرفتش تعمل لها ريسيل، يبقى نروح على الاوبشن الثاني، اللي انت تحاول تعمل كونسوليديت. يعني لو انت شاري وحدتين او 3 وحدات او 4 وحدات، تحاول توفرهم كلهم يبقوا وحده واحده بس. فهنا انت بتتفق مع المطور انه ياخد لك كل الكاش فلو اللي انت دفعته للوحدات بتاعتك دي كلها، يحطهم في وحده بس. فانت بالتالي وفرت على نفسك مده زمنيه 6 شهور، سنه كامله ما بتدفعش اقساط. فساعتها تقدر تخرج من فتره التعثر اللي انت فيها. طب لو انت اصلا شاري وحده واحده بس، مش اكتر من وحده، هتعمل ايه؟ انت هنا مضطر تكلم المطور وتعمل داون جريد، يعني تاخد وحده اصغر من الوحده اللي انت كنت فيها بسعر اقل من الوحده اللي انت شاريها، وبناء عليه برضه هتوفر على نفسك مده 6 شهور او سنه كامله انت ما بتدفعش اقساط. اخر اوبشن، وده انت خلاص بقى فقدت الثقه في اي حاجه، لا عارف تبيع ولا تعمل كونسوليديت ولا تعمل داون جريد، انت هنا مضطر تقعد مع المطور وتتفق معاه في نسبه الخصم بتاعت الفسخ. اي مطور بيكلمك في نسبه فسخ 15% او 10% من توتال الوحده بتاعتك، فانت هنا لازم تقعد مع المطور وتنزل معاه بالنسبه وتوصل مثلا 5% 6% على قد ما تقدر. دول بقى ال4 حلول عشان تخرج من فتره التعثر. انت بقى لو تعرف حد متعثر، وصله الفيديو ده.